أهلا بكم أعزائي الكرام. واليوم تتجه الأنظار العالم بأسره إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر سيتي، حيث ستكون مباراة القمة ومباراة الدوري بين مانشستر سيتي والأرسنال في قمة لا تقبل القسمة على اثنين. هل سيحافظ المدفعجية على صدارتهم رغم الغيابات القاسية، أم أن لكتيبة غوارديولا رأي آخر في معقلهم الحصين؟ تابعوا معنا هذا التقرير الشامل لتعرفوا كل التفاصيل. إذا أعزائي الكرام، ندخل هذه الجولة والأرسنال يتربع على القمة ب70 نقطة، يليه مانشستر سيتي ب64 نقطة مع مباراة مؤجلة. الحسابات بسيطة ولكن معقدة في الميدان. فوز السيتي غدا يعني تقليص الفارق والتحكم في مصير اللقب، بينما الفوز الأرسنال سيمهد له الطريق نحو التتويج التاريخي طال انتظاره. لكن أعزائي الكرام، الخبر الصادم للجماهير اللندنية هو تأكد غياب نجم الفريق بوكايو ساكا والقائد مارتين أوديغارد بسبب الإصابة، وهي ضربة قد تبعثر أوراق المدرب الأرسنال. في المقابل يفتقد السيتي لصخرة دفاعه روبين دياز وزميله جوان ستونز، مما يجعل الخط الخلفي للفريقين تحت اختبار حقيقي أمام المهاجمين. ومن المتوقع أن يعتمد غوارديولا على الموهبة المتفجرة ريان الشرقي لتعويض النقص في صناعة اللعب خلف القناص إيرلينغ هالاند. أما الأرسنال فسيعول بشكل كبير على القوة البدنية للمهاجم فيكتور جيوكيرس وسرعة مارتينيز. الصراع الأكبر سيكون في وسط الميدان بين ديكلان رايس ورودري، فمن يسيطر على وسط الميدان يسيطر على المباراة. والتوقعات تصب في مصلحة أصحاب الأرض نظرا للخبرة الكبيرة وغيابات الوزينة في صفوف الضيوف، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء فوق الميدان. وأنتم مشاهدينا الكرام ترون الأرسنال قادرا على الصمود في ملعب الاتحاد؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. إذن أعزائي الكرام، كونوا في الموعد لهذه المواجهة القوية. ستنطلق صافرة البداية على الساعة 4:30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر على الساعة 5:30، وبتوقيت السعودية على الساعة 6:30. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.